باغيين تعرفوا الارقام ديال عبد اللطيف الحموشي؟ تزاد في 1966 في تازا، وبالضبط في بني فتح بالبرانس باب الريف. اذا العمر ديالو هو 56 عام. عبد اللطيف الحموشي قرا في كليه الحقوق والعلوم الاجتماعيه بجامعه محمد بن عبد الله في فاس. في 1993 دخل الحموشي لصفوف المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني، واللي معروفه عند المغاربه كاملين بالدي اس تي. 1994 تعامل الحموشي مع ملفات الخلايا المسلحه الخاصه مورا الاعتداء الارهابي اللي ضرب فندق اطلس اسني في مراكش. وفي 1999 بان الحموشي في الواجهه من بعد تنحيه تدريس البصري، وتعيين الجنرال حميدو العنيقري على راس جهاز الدي اس تي، وهذا الشيء بسبب انه متخصص في طريقه عمل الخلايا الجهاديه وكيفاش تكون المكافحه ديالها. في 2003 بقى عبد اللطيف الحموشي في المنصب ديالو بالرغم من تنحيه العنيقري بعد الهجمات الارهابيه اللي ضربات كازا. وفي 2007 غادي يكون عبد اللطيف الحموشي ولد مدينه تازا اصغر مدير عام لجهاز المخابرات الداخليه المغربيه، وشد هذا المنصب الحساس والعمر ديالو باقي ما فاتش 39 عام. هذه مرحله وداز، ولكن دابا غادي تبدا مرحله جديده في مسار الحموشي والمسار ديال الدي اس تي كامل. وفي 15/4/2015 غادي يولي الحموشي مدير عام للامن الوطني وجهاز الشرطه المغربيه. بالتالي غادي يكون جمع بين جوج مؤسسات حساسه في المغرب. غادي يدار اف بي اي المغرب او البسيج او المكتب المركزي للابحاث القضائيه، واللي المقر ديالو في سلا، والعمل ديالو تيتركز بالاساس في محاربه الخلايا الارهابيه والعمليات الاجراميه الكبرى. وفي هذيك السنه بالضبط غادي يقدروا رجال الحموشي باش يشدوا 275 متطرف و21 خليه ارهابيه كانت كتخطط دير حمامات ديال الدم في المملكه فقط في 2015. وفي 2016 غادي يقدر البسيج انهم يشدوا 276 شخص في 19 خليه ارهابيه. اما في 2017 فحصيله الموقوفين رجعات ل 186 متطرف وخليه. بين 2015 و 2017 حصيله مواجهه الارهاب هي 49 خليه و739 ارهابي موقوف. واليوم في 2022 الحصيله وصلت ل 86 خليه و80 منها على ارتباط بتنظيم داعش الارهابي، وسته الخلايا عندهم علاقه بتنظيمات ارهابيه اخرى. واف بي اي المغرب قدر يقدم 1400 شخص للعداله، فيهم 56 من ذوي السوابق القضائيه في اطار قضايا الارهاب و35 قاصر و14 المراه. عبد اللطيف الحموشي عنده واحد العدد من الاوسمه الدوليه اللي منهم وسام درجه فارس في فرنسا في 2011، ووسام الصليب الشرفي للاستحقاق الامني في الصبليون في 2011، ووسام العرش من درجه الضابط في 2011 بمناسبه عيد العرش رقم 12، ووسام جوقه الشرف الفرنسي من درجه الضابط في 2015، ووسام الصليب الاكبر للاستحقاق للحرس المدني في اسبانيا في 2019. وعلى هذا العمل ديالو كامل في مكافحه الارهاب السي اي اي عرضات على الحموشي الجنسيه الامريكيه ومنصب كبير، الا ان ولد مدينه تازا رفض. واخر حاجه، نتوما كي كيجيكم اف بي اي المغرب